أهلا بكم يا دكاترة. أنا دكتورة منار محمود الوكال. في الحلقتين اللي فاتوا اتعلمنا للبريفكسز الخاصة بالأعداد والمكان. النهاردة هناخد مجموعة جديدة مهمة جدا بتوضح الكمية الكوانتيتي، يعني لو الحاجة زيادة أو ناقصة أو قليلة أو حتى غايبة خالص. يلا نبدأ. مبدئيا كده هناخد أول حاجة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الزيادة. الزيادة معناها هايبر. هايبر لو جات في بداية الكلمة معناها زيادة أو عالي أو فوق الطبيعي. أول مثال معانا hypertension. hypertension هايبر معناها زيادة، هايبر معناها زيادة، tension معناها ضغط، ومعنى كلمة hypertension ارتفاع في ضغط الدم. طيب المثال التاني هايبر ماركت. هايبر معناها زيادة أو معناها كبير، وماركت هنا معناه سوق، فهايبر ماركت الكلمة على بعضها تبقى إيه؟ سوق كبير جدا. يبقى هايبر تنشن معناها زيادة في ضغط الدم، وهايبر ماركت مثال من الحياة الطبيعية بتاعتنا. هايبر ماركت معناها إيه؟ معناها إني سوق كبير جدا. بعد كده هناخد إيه؟ هايبو. هايبو معناها نقص أو قليل. هايبو معناها نقص أو قليل أو أقل من الطبيعي. أول مثال معانا هايبوجلايسيميا. هايبوجلايسيميا هنا معناها إيه؟ هايبو معناها نقص، وجلايس GLYC جلايس معناها سكر جاية من جلوكوز، وإيميا معناها في الدم، فمعناها على بعضها هايبوجلايسيميا يعني نقص السكر في الدم أو انخفاض السكر في الدم. هايبوثيرميا. هايبو معناها نقص أو قليل، ثيرميا معناها حرارة، ثيرميا معناها حرارة، يبقى هايبوثيرميا انخفاض في حرارة الجسم. هايبوثيرميا. بعد كده هناخد أوليجو. أوليجو يعني معناها قليل جدا، يعني عدد كده قليل أو قلة. تمام. أول مثال معانا من أوليجو مينوريا. أوليجو مينوريا. أوليجو هنا معناها قلة أو حاجة قليلة. مينوريا معناها الدورة الشهرية أو البيريود اللي بتحصل للبنات. تمام. فهنا معناها قلة أو يعني ندرة الدورة الشهرية، يعني إن البيريود عندها بتيجي بس بشكل قليل. طيب أوليجوسبيرميا. أوليجوسبيرميا هنا معناها إيه؟ أوليجو إحنا قلنا قليل جدا، سبيرميا معناها جاية من كلمة سبيرم. سبيرم معناه الحيوانات المنوية، الحيوانات المنوية اللي بتكون موجودة في الرجل. فأوليجوسبيرميا قلة عدد الحيوانات المنوية، يعني شايفين هنا normal sperm count يعني عدد السبيرمز الحيوانات المنوية normal، لكن بصوا هنا low sperm count. فهنا نقول هنا إيه؟ نقول أوليجوسبيرميا قلة الحيوانات المنوية. بعد كده كلمة بان لو جت في بداية الكلمة. بان معناها إيه؟ معناها شامل أو كل، يعني إيه؟ تعالوا نفهم. بانديميك. بانديميك هنا معناها إيه؟ بان يعني كل، ديميك الناس. فمثلا لو قلنا بانديميك يعني مرض بيصيب عدد كبير جدا من الناس، زي مثلا في كورونا. تمام. فكورونا أصابت إيه؟ أصابت ناس كتيرة جدا، فده نشير عليه إيه؟ إن مرض كورونا ده بانديميك بيصيب عدد كبير جدا من الناس. طيب المثال اللي بعد كده بانوراما إكس راي. بانوراما إكس راي. بان شامل أو كل، وأوراما معناها منظر. تمام. إكس راي اللي هي إيه؟ اللي هي الأشعة. يبقى دي بانوراما إكس راي أشعة شاملة على إيه؟ شاملة على الفم والأسنان. شايفين؟ أدي الأسنان كلها، فإحنا عملنا بانوراما إكس راي على الأسنان، راحت ظهرت لنا كل الأسنان كلها. بعد كده لو جت في بداية الكلمة آن أو آن أو معناها إيه؟ معناها بدون أو غياب حاجة. تمام.
يعني على سبيل المثال هنا أنيميا. أنيميا احنا قلنا دايما، يعني انتوا لو بتلاحظوا ان احنا ان احنا بنحط ايميا دي في كلمات كتيرة جدا. ايميا معناها دم، تمام. أنيميا معناها آن بدون، وإيميا دم. هو عنده هو عنده فقر في الدم، أو عنده نقص في كرات الدم الحمراء. احنا عندنا الدم بيبقى فيه بيبقى فيه كرات حمراء، بلاد سيل، تمام. فهو لما البلاد سيل دي بتكون قليلة أو بتكون مش موجودة أو بتكون بنسبة قليلة جدا، بنقول عليها بنقول عليها عنده الراجل ده أنيميا. يعني يعني عدد كرات الدم الحمراء قليلة. أنيميا نقص كرات الدم الحمراء، أو الهيموجلوبين اللي بيكون فيه كرات الدم الحمراء، تمام. طيب أهو هنا مثلا نورمال، هنا أهو كرات الدم الحمراء كتير، أما هنا بتكون قليلة جدا، فبالتالي الشخص ده بيكون عنده أنيميا. طيب المثال اللي بعد كده بيتكلم على بيتكلم على كلمة anonymous. anonymous يعني anonymous؟ anonymous هنا معناها معناها an هي عبارة عن بدون، زي ما احنا قلنا anonymous معناها اسم، تمام. فده شخص بيكون بدون اسم أو شخص بدون هوية، anonymous. يبقى كده يا دكاترة عرفنا البريفكسز بتوضح الكمية والدرجة. هايبر معناها زيادة، هايبو معناها نقص، أوليجو قليل جدا، بان شامل أو كل، آن أو بدون لو جات في بداية الكلمة. الجزء ده مهم جدا لأن نص الأمراض اللي هتسمعوها في السنين الجاية مرتبطة بالبريفكسز دي. المرة الجاية هناخد بريفكسز جديدة مرتبطة بالوقت والسرعة. بس قبل ما ننهي الحلقة لازم نعمل كويز بسيط ولذيذ كده. أول سؤال، What does hyper mean؟ What does hyper mean؟ يعني hyper دي احنا خدناها معناها معناها low، ولا low معناها قليل، ولا high أو above normal عالي أو أعلى من الطبيعي، أو absent غايب. احنا خدنا hyper معناها معناها حاجة زيادة، فاحنا high أو أعلى من الطبيعي. السؤال اللي بعد كده hypoglycemia means. احنا قلنا هايبو معناها قليل، جلايسيميا جلايس معناها سكر، وإيميا معناها دم. طيب معناها هاي بلاد شوجر ولا لو بلاد شوجر؟ يعني ارتفاع في سكر الدم ولا انخفاض في سكر الدم؟ انخفاض في سكر الدم. المثال اللي بعد كده أوليجوسبيرميا means. احنا خدنا أوليجو قلة أو حاجة أو عدد قليل، وسبيرميا جاية من سبيرم اللي هو الحيوانات المنوية. فأوليجوسبيرميا معناها many sperm cells يعني عدد الحيوانات المنوية كتيرة، ولا few sperm cells عدد الحيوانات المنوية قليلة، ولا no sperm cells ولا مفيش أصلا حيوانات منوية. لا، أوليجو معناها قليل، يبقى few sperm cells. السؤال اللي بعده the prefix ban in pandemic means. يعني ban في كلمة pandemic بتدل على معناها all أو enter شامل أو كل الناس، زي مرض كورونا كده. طيب كلمة أنيميا تعني آن احنا قلنا لو جت في بداية الكلمة بتبقى بمعنى بدون، وإيميا معناها دم. فنو blood ولا deficiency of blood يعني مفيش دم أو إن الدم قليل. high blood sugar ارتفاع في سكر الدم، ولا high body temperature اللي هو ارتفاع في درجة الحرارة بتاعة الجسم. طبعا no blood أو deficiency of blood. وبكده نكون خلصنا الكويز. لو جاوبتوا صح ممتاز، ولو لخبطتوا في حاجة ما تقلقوش، المهم انكم دلوقتي عرفتوا ان البريفكس هو المفتاح اللي بيسهل فهم المصطلح. زي ما انتوا شايفين يا دكاترة البريفكس صغير زي الهايبر او الهايبو بيغير معنى الكلمة كلها. الموضوع مع التكرار هيبقى سهل جدا، وهتلاقوا نفسكم بتفكوا اي كلمة طبية لوحدكم. استنونا في الحلقة الجاية مع بريفكسز جديدة، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم باقي الحلقات. وشكرا وباي باي.